هو انا ايه ذنب اعيش لوحدي طول عمري؟ يعني ايه ذنبي تكون دي حياتي من غير اب ولا ام، واكتب جروح في ورقة وعايش مع ناس بتحب تكون جرحة، خناق دموع مع عيني على طول بتكون مفرقة، تملي انا خسران، تملي بكون تعبان، تملي انا ميت، ليه روحي اتقتلت؟ انا مش شاعر، ده جرح مشاعر، امي ما شفتهاش، ابويا ذكرى جوايا عاش، اختي ما افتكرهاش او تقريبا ما شفتهاش، كنت ميت في كل مرة، كانت الحياة جدا صعبة، كوباية شاي تملي مرة، او انا اللي مشاعري باردة، انا وانتو جزئين بس انا هكون مختلف، اخرك هتكون مع مدمنين او تايه في شارع متخلف، حبيبتي انت اهم جزء، محمد سوري انت يتيم، الفرق بقى فيضان ونازل دم من العينين، اكيد ربنا ما خلقنيش عشان بس هتجرح، لا اكيد في سبب انا عشانه موجود، ارفض اكون مفيش وابتدي ليه اسبح، مفيش صلح اتجذب فلسه انا مش هموت، انا ملاك في زمن اخر، انا ميت على فراش فاخر، انا موجود في الاخر مش حابب اكون فاعل، انا اسف لو جارح، انا اسف للي جرحك، صدقني حلو تكون مسامح وخليها يا سيدي على اللي خلقك. قاعد لوحدي كالعادة في اوضتي وبفكر، جات لي فكرة وهي كتاب لكل من زي في خطر، كتاب بيلمنا نكون عيلة، المجتمع رمانا احنا لا احنا حاسين ببعضينا، واحلام طول الحلم معايا بدأ تبعت نسخ كتير، كتاب عننا هيهون كتير ويخليك جدا كبير لخير مش شرير، النسخ اتباعت في وقت انا ما كنتش اتخيله، والناس كترت واتثبت عاوزين يعرفوا مين كتب، ونزلت منه جزء تاني بحاول افهمهم اني منهم يتيم بس مش فاني، وهم كمان هيقدروا، حبيبتي جاتلي فسكت، انا عارفه انه انت عاوز اتكلم بس سكت، عيونها بتقول انا اسفه، في حيره ما بين اسامحها ولا لا، انا مش قادر اتكلم وعيني بتدمع واحده واحده، سمعت اول شهر كتابي وما نسيتش برضه صحابي، وبقيت بساعد اي يتيم ما انا زيه برضه يتيم.